عايزه اقولك بقى بشويه ميه ودقيق وما صدقوش خالص ان انا عملتها في البيت. سهله وبسيطه وموفره وطعمها تحفه وجنان، وفي دقايق هتحضريها. يلا سمي بالله وصلي على الرسول وتعالي نشوف طريقتنا على طول. بس في الاول اعملي لايك الحلو، علقي بتم عشان يوصلك كل جديد، وتعالوا نشوف عملنا الحاجه الحلوه القمر دي بكوبايه دقيق واحده وبدون اي اضافات تانية. ازاي؟ طريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نشوف على طول طريقه التحضير. في الاول كده هنجيب حله نحط فيها كوبايه من السكر، وهحط عليها كوبايه ونص من الميه، شريحتين من الليمون، وهرفعهم على النار. طبق بقى هنحط معلقه كده من السكر، ربع كوبايه من الميه، معلقتين من الزيت، رشه صغيره من الملح، وكيس من الفانيليا. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. بعد كده هننزل بكوبايه من الدقيق، هنلمهم كده بالمعلقه. الموضوع سهل جدا وبسيط لان هي كوبايه واحده بس من الدقيق. بعد ما هنلمها بالمعلقه كده هتبتدي بقى ان انتي تحطي ايديكي فيها وتلميها بقى حلو بالشكل ده كده. هي مش هتحتاج ميه تاني، هي ربع كوبايه الميه بالظبط على كوبايه الدقيق، مع معلقتين الزيت، او تقدري كمان تحطي معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت. بعد كده هسيبها ترتاح شويه، ونرجع بقى نجيب شويه من النشا على مفرش كده او على الرخامه، وتبتدي ان انتي تفرديها بالشكل ده كده. بتحطي من فوق نشا ومن تحت نشا، وتبتدي بقى تفرديها ارق سمك ممكن ان انتي تقدري تعمليه، يعني عايزينها سمكها رفيع جدا. بعد كده بقى هنقسمها كده بالطول. يا ريت بقى كلنا نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونعلق حتى لو بتم عشان يوصل لكم كل جديد. وبرشه واحده كده من الزبده، فرشه كده بسيطه، بدهن كل واحده وبحطهم على بعض بالشكل ده كده. وكمان هسيب لك التطبيق المجاني، هتلاقيه في اول كومنت تحت الفيديو، حمليه عندك واستفادي بيه. وصفات بدون انترنت، اول مره بس بنت، هسيبه لكم في التعليقات. هنا خلاص هخلص كل الكميه بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، وبرصصهم كده وبظبطهم. وبعد كده هنظبطهم بقى بالشكل ده كده، ونبتدي بقى ان احنا نقطعهم. السمك الرفيع ده احنا عايزينه سمك صباع واحد، زي ما انت شايفه كده. الطريقه سهله جدا، بتجيبيها وتبرميها بالشكل ده كده وتضغطي عليها علشان ايه الفتح، علشان ما تفتحش منك. هنخلص بقى كل الكميه بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. نعملها كده شكل البونبوني، سهله جدا جدا وبسيطه. وزي ما قلت لك ده كوبايه دي وشويه ميه، يعني هتقومي تحضريها في ثانيه والعيال هيتجننوا عليها. هنكمل كل الكمية بنفس الشكل ده كده. بس يا ريت زي ما بقول لكم تعلقوا حتى بتم عشان يظهر لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، يعني يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. هنا بقى في زيت ساخن هنزل بيها. اول ما انزل بيها هبتدي ان انا اوطي النار شوية علشان تبتدي تستوي. انا في واحدة بس فكت مني، لكن كلهم ما شاء الله طلعوا زي ما انتوا شايفين كده.